السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي وزة؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم كبسة سعودي. جبنا الحلة بتاعتنا حطيناها على النار وهنحط فيها معلقة سمنة من اللي احنا حولناها السمنة الفيديو اللي عملناه معاكم، ومعلقة سمنة بلدي كمان. حطينا معلقتين نحطهم في الحلة، نستنى لما السمنة تسخن قوي، وبعد كده هننزل عليها باللحمة. اللحمة اللي احنا هنعملها معاكم في الكبسة دي لحمة ضاني، طبعا مغسولة ونضيفة. نحطها في قلب السمنة وتبقى على درجة حرارة عالية علشان ايه؟ تاخد صدمة كده وتحمر بسرعة. هنحمرها معاكم كده بقى لغاية ما يبقى لونها زي الورد كده وجميلة. نظبطها في قلب الحلة كده ونحمرها. بدأت تاخد معانا الوش الاولاني يحمر اهو. هنقلبها بقى بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دايما كده لما تصلي على النبي على الحاجة بتاعتك وتسمي تطلع طعمها زي العسل ما شاء الله. زي ما شفتوا خدت اللون الذهبي الجميل. هنستنى برضو لما تحمر من الوجه التاني، وبعد كده ننزل عليها بقى ايه؟ ببقية المقادير بتاعتنا. هننزل بالبهارات بتاعتنا: كركم وكاري وفلفل اسود وقرنفل ومستكة وحبهان وقرفة خشب وورق راولة وليمون مجفف وشوية جوز الطيب صغيرين. بسم الله ما شاء الله التوابل قدامكم. هننزل بيها على السمنة واللحمة بقى ونقلبها، ويا سلام بقى على الروايح اللي هتطلع منها. الكبسة ما شاء الله عليها هتطلع زي العسل. اعملوها كده وجربوها ومش هتخسروا حاجة. واللحمة الضاني في الكبسة مقولكوش بتنقلها حتة تانية. جبنا معلقة سكر صغيرة وحطيناها على اللحمة عشان ما تاخدش سوا. منها تخلي الكبسة طعمها مسكر وجميل كده، ومنها عشان اللحمة ما تاخدش سوا. وجبنا بصلتين متوسطين وقطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب بقى البصل مع التوابل مع اللحمة لغاية ما يتكرمل معانا بقى وياخد ايه؟ اللون الذهبي الجميل البني ده. لا، يبقى لون بني مش ذهبي. ما شاء الله زي ما شفتم معاكم واحدة واحدة. طبعا احنا حاطين المية بتاعتنا في الكاتل تغلي جنبنا. جبنا معلقة صلصة حطيناها. في ناس بتحط قوطة، دي معلقة صلصة كانت عندي قلت احطها تدي لون كده وطعم. خدت اللون الجميل المطلوب. حطينا ميه بتغلي من الكاتل زي ما شفتوا، بس مش هنزود الميه عشان اللحمه تستوي كده في الميه بتاعتها الجميله دي. ما تكتريش الميه. وهنغطي عليها وبعد شويه نرجع نشوفها تاني الميه اتشربت ولا لا. نزودها شويه بشويه. هنزود شويه ميه كمان، لازم الميه تكون بتغلي. برضو هنقلبها ونغطي عليها ونرجع بعد شويه ايه؟ نشوفها استوت ولا لا. شفتوا؟ ما شاء الله استوت اللحمة والبصل بقى مع البهارات مع معلقة الصلصة عاملين الصوص البني الجميل ده. حطينا بقى 5 6 قرون فلفل حامي كده، بس انا مش بفتحهم عشان ما يخلوهاش حامي قوي. وده الملح حوالي معلقة ونص. يبقى كده بهاراتنا كلها حطيناها والملح. ومعانا بقى كيلو الا ربع رز بسملتي كنت نقعاه نص ساعة.
صفينا بقى وحطيناه فوق الحاجة، نقلبه. وبعد كده نزود المية بتاعتنا. كل كوباية رز بتاخد كوباية ونص مية او كوباية ونص شوربة، ده لو الرز منقوع. لو مش منقوع بتاخد كوبايتين مية او كوبايتين شوربة، عشان يبقى ايه العقد بتاعك مظبوط. كل كوباية رز بتاخد كوباية ونص مية. لو الرز منقوع انا نقعه نص ساعة، مش منقوع يبقى كوبايتين. هنظبط بقى العقد بتاعنا المظبوط. بصوا الالوانات الجميلة، لون وشكل وطعم وريحة ما شاء الله. عايزاكم بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بس بقى لما تحطي المية بتاعتك وتقلبي وتظبطي وتحطي المعلقة كده وكفة المعلقة من تحت تيجي اخرها، يبقى كده العقد بتاعك مظبوط في اي حاجة. بصوا الكفة دي كده يبقى كده العقد تمام. هنغطي عليه بقى ونسيبه 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق كشفنا عليه لقيناه ايه، بدأ يتشرب. هنقلبه معانا. وبعد ما نقلبه هنوطي عليه من 10 دقايق لربع ساعة، برضو ما بياخدش حاجة. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي كلها ما خدتش ساعة، ساعة وربع. بسم الله ما شاء الله يعني. غطينا عليه ال10 دقايق وفتحنا عليه تاني. ما شاء الله زي ما شفتوا مفلفل وجميل، روعة من الاخر. الكبسة السعودي على اصولها بيد مصرية. جبنا الصينية بتاعتنا وهنغرف. بصوا الرز بينزل مفلفل ازاي، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا للي هياكل. نرص عليه اللحمة بتاعتنا. نحط الفلفل بتاعنا بقى الجميل نزين بيه. اهي ما شاء الله وجبة جميلة وسريعة وسهلة وبسيطة. نجيب معلقة وندوق بقى. روعة. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.